مفاتيح يا سليمان. لا دي بتدوق من غير مفاتيح، وبعدين الشيخ حسني ما زعلش مني لا مؤاخذة يعني. ايه يا راجل، ده فاكرني ما اعرفش اسوق ولا ايه؟ ووالدك الله يرحمه ما حكالكش عني ولا ايه؟ الشيخ حسني بس ممكن يا راجل يا راجل عيب يا راجل، عيب يا راجل فكرني ازاي؟ تعرف لما بفتكر فيلم الكيت كات بحس إني مش بتفرج بس على قصة لكن على حالة. الفيلم ده عن أفلام كتير بحبها بيلمسني جدا، خصوصا لما تيجي لشخصية زي شخصية الشيخ حسني اللي بيقدمها العبقري محمود عبد العزيز. الشيخ حسني مش مجرد شخص أعمى عايش في حي شعبي، الشيخ حسني شخصية مليانة بالحياة، بتديك دروس عن الشجاعة والأمل وكل ده وأكتر من غير ما تنطق كلمة نصيحة واحدة. خليني أكلمك على واحد من أجمل مشاهد الفيلم ونبص ليها من منظور أعمق وإنساني أكتر، وهو لما الشيخ حسني ركب الموتوسيكل وجري بيه في الحارة. طبعا وعلى سطح المشهد مضحك وبيفكرنا بالكوميديا والضحك اللي فيه، لدرجة إن هي بقت علامة على أي حد غشيم في السواقة أو ما بيعرفش يسوق بيتقاله على طول يا شيخ حسني، حتى لو ما شافش الفيلم أصلا. لكن في الحقيقة المشهد ده وتحت الطبقة اللي احنا شايفينها من الكوميديا هو في شيء إنساني جميل ومعبر. لو فكرت كده وتخيل معايا واحد فاقد بصره كأنه مصمم يجرب ويعيش ويضحك رغم كل الظروف. المشهد فيه تناقض كبير بين الفرح اللي ظاهر والكوميديا وبين الحزن واللي هو مضمونه من الأساس. احنا رغم كل حاجة عايشين وبنحاول نعيش. شوف الابتسامة اللي على وش الشيخ حسني وهو بيلف بالموتوسيكل حوالين الحارة كأنه بيقول للحياة أنا موجود، انت مش هتقدري عليا. وده رغم بساطته بيحسسك انك قدام شخص عايش حياته لأقصى الحدود. هو عارف ان هو مختلف وان عايش بظروف مش سهلة لكنه ما استسلمش. بالعكس الشيخ حسني بيمثل نوع من الشجاعة اللي ما بتقولش أنا قوي لكنها بتقول أنا مكملة، وده في رأيي واحد من أجمل معاني الشجاعة. وكمان الأداء العبقري بتاع محمود عبد العزيز في المشهد اللي جسد فيها شخصية الشيخ حسني بكل ما فيها من تعقيد. هو مش بيلعب الدور، هو عايش الشخصية بجد وبياخدك معاه جوه تفاصيل صادقة وحقيقية للشيخ حسني. تعابير وشه، نظراته اللي مليانة بالمعاني، كيته اللي بتشوف فيها براءة الأطفال بس بحكمة الشيوخ، بيديك انطباع انه عارف كل حاجة عن الحياة لكنه مستمر في مقاومة قسوتها بطريقة طفولية، وقرر يعيش الحياة بتحدي وسخرية. ونشوف فيه تناقض جميل حسني ونتأمل فيها، وكأن الشيخ حسني مش عايش اللحظة دي بس، هو عايشها ببطء. الحركة البطيئة هنا في رأيي بتخلق نوع من الإدراك اللحظي، بتخلينا نستمتع ونشوف أبعاد جديدة في كل تفصيلة. كان مهم جدا بالنسبة لي الإضاءة الطبيعية بتاعت المشهد، وكأن الشمس هي اللي بترسم المشهد ده. الإضاءة في المشهد ده بجد كانت ساحرة، بتعبر عن حالة الشيخ حسني النفسية، كأنها هي كمان بتقول لنا حتى لو احنا كمان شايفينه في الضلمة فهو شايف النور من جواه. وبالنسبة لي اختيار الإضاءة ما كانش مجرد عنصر تقني هنا، لا هو كمان شارك في الدراما بشكل كبير. لما الكاميرا كانت بتبقى قريبة منه الإضاءة بتركز على تعبير الوش، الضحكة اللي مليانة طفولة واللي فيها قوة تقدر تخترق أي تحدي. إنما الكاميرا لما كانت بتروح للحارة وبتشوف الضوء بشكل أوسع كأنها هنا كانت بتبرس وحدته وسط الناس، رغم إن بيمشوا وسطيهم في بعد بينه وبينهم لكنه بينادي للحياة وبيشاركها على طريقتهم. نيجي بقى للألوان، وده جزء أساسي من التجربة البصرية للفيلم. الألوان هنا بتحكي عن الشخصيات والمكان، كل لون وكأنه بيقول حاجة، زي الألوان المطفية الأزرق والرمادي مثلا اللي بتظهر في أوقات كتير برمزية الحزن، تحسها وهي بتقولك احنا لسه عايشين في الواقع القاسي. لكن لما بتظهر الألوان الدافية زي الأصفر بتديك إحساس بالأمل والحياة زي بصيص نور في آخر النفق. الألوان كأنها بتعمل سيمفونية بتتناغم مع كل نفس للشيخ حسني. هو ممكن يكون منغمس في الحياة الصعبة لكنه بيحاول يخلق حواليه لحظات ألوانها حلوة حتى لو كان الأمل فيها مؤقت. أنا بكلم الناس حوالين الجوزة، بفضفض، بضحك وأغني في عادة حلوة لغاية ما أموت. كل ده واللي زاد أكتر من حلاوة المشهد هو تأثير الصوت والموسيقى. في البداية بتسمع أصوات في الخلفية، صوت الناس والأطفال وهي بتضحك مع صوت الموتوسيكل
كل ده بيدينا إحساس إن إحنا في لحظة سعيدة مليانة بالضحك والكوميديا، لكن مع مرور الوقت في المشهد تبدأ تدخل الموسيقى وتحول المشهد لشيء أعمق. هنا بنكمل حالة المشهد من غير ما تاخد شعوره الأساسي، وده اللي بيميزها، كأنها بتخليك تحس بنبض الحياة اللي في الحي الشعبي، نبض الحياة اللي الشيخ حسني عايش فيه ومش رافضه. اللحظة اللي الكاميرا بتصور فيها الابتسامة الكبيرة اللي مرسومة على وش الشيخ حسني وهو ماشي، ومع ذلك لو بصيت وركزت أكتر هتلاقي ورا الابتسامة دي شجن لشخص حاسس إنه رغم الحاجات اللي افتقدها لسه عايش فيها ببهجة، وكأنها وسيلته الوحيدة للتصالح مع العالم. وده بيخلينا نحس إن حياة الإنسان مش أبيض وأسود، دايما فيها التباين ده بين الأمل واليأس، بين الفرح والحزن. وطبعا المكنة هنا مش مجرد حاجة بتتساق، ده رمز للحرية، رمز للرفض، وكأنه بيقول أنا عايش، أنا حر. وفي رأيي إن كل واحد فينا عنده مكانته الخاصة اللي بتبقى أحيانا مجرد حلم، مجرد أمل إنه يهرب من قيود الحياة أو اللحظات الصعبة. بالنسبة لي الموتوسيكل هنا بيمثل القوة والتحرر، كأنها بتدي للشيخ حسني قوة، وكأنه بيقول بيها أنا مش هسمح لحد يحدد ليا أنا أقدر أعمل إيه. عارف يا يوسف، أنا ساعات بقوم من النوم يا ابني نفسي مقبوض، حاسس إني هتخنق، ببقى عاوز حاجة واحدة بس، أسوق موتوسيكل وأطير بيه. تعرف ساعات الصمت في الأفلام بيكون أكتر من مجرد فصل، ممكن كمان يكون حالة. في المشهد ده الصمت بيلعب دور برضه. أوقات اللحظات اللي الكاميرا فيها بتكون ثابتة والموسيقى هادية جدا، هنا لحظة الصمت دي اللي بتخليك تستوعب أكتر، ممكن كمان تسمع مشاعرك بوضوح أكتر من الكلام. بالنسبة لي رؤية الأستاذ داود عبد السيد في المشهد ده كانت جميلة جدا. رؤيته لحي الكتكات والناس ما كانتش مجرد ديكور أو فيلم بيتصور عن شخصيات، لو ركزت هتلاقيه بيستخدم الكاميرا كعين حية يتابع فيها ناس، مصدق كل واحد فيهم، اكتشف أسرار عنهم بس من غير ما تتدخل، كأنها عين بتحب الناس وتفهمهم. وده راجع كمان للكاتب الكبير اللي بحبه جدا إبراهيم أصلان، والرواية اللي كتبها الملك الحزين اللي عرفنا فيها على حواري الكتكات وناسها. إبراهيم أصلان كتب عنهم بحب وصدق، كأنه عايش وسطهم، حاسس بمشاكلهم وأحلامهم، وخلق من التفاصيل الصغيرة قصص. وبالنسبة لي هي دي أحلى حاجة في كتاباته، بيقدر من شيء بسيط ممكن أي حد يشوفه أو يسمعه يكون عادي، بس هو بيخلق له حدث بيدور فيه على المعنى الحقيقي. وده اللي عمله داود عبد السيد وإبراهيم أصلان. كلموا عن حكاوي الناس اللي هي تبان بسيطة وعادية، مواقف ممكن أي حد يشوفها أو يسمعها وتكون عادية، لكن في الحقيقة هي بتحمل مشاعر عميقة وإنسانية جدا. وفي النهاية هنا زي ما قلت، المكنة مش مجرد حاجة بتتركب، بس هو رمز للحرية اللي بيحلم بيه كل واحد فينا. والشيخ حسني قرر يعيش حلمه، وده برضه بيقولك إن الحرية ممكن تكون موجودة في أبسط الحاجات، وإن الحياة ساعات بتكون مجرد لعبة بنضحك عليها بدل ما نقاومها. والشيخ حسني هو صوت كل واحد فينا بيقول فيها أنا حر حتى لو العالم كله ضدي. وبكده تكون عرفت وحسيت إن المشهد ده مش مجرد كوميدي بس، لكنه كمان رحلة إنسانية بتورينا إن رغم كل اللي بنمر بيه في دايما طريق هنلاقي بيه لحظات السعادة لازم نعيشها بشجاعة. والمشهد ده بيسيب فينا سؤال: إيه الحاجة اللي بتدينا القوة؟ وهل في لحظة في حياتك حسيت بيها بالشجاعة زي الشيخ حسني؟ ولا لسه ما جاتش اللحظة اللي تختار فيها تعيش بشجاعة زي الشيخ حسني؟ يمكن الكلام عن كل الحاجات دي خليك تفكر وتقول ده الشيخ حسني مش مجرد شخص، هو رمز لكل واحد عايش وسط صعوبات. في الحقيقة إن الشيخ حسني هو شخصية مركبة جدا،
هو شخصية سريع جدا، واحد من أحسن الشخصيات اللي اتكتبت واتجسدت في السينما المصرية. ده كان واحد من أجمل وأفضل المشاهد بالنسبة لي في الفيلم. وانت كمان حابب أعرف إيه أفضل مشهد ليك في الفيلم أثر فيك وساب مشاعر حقيقية بجد؟ شوف احسن منك في النور وفي الضلمه كمان.